من هذا المؤتمر؟ مثل ما قلت في المؤتمر الصحفي، هذا قرار مجحف بكل المقاييس. احنا لما طلع قرار اللجنه الفنيه احترمنا مسوغاته لانه مستند على لوائح، وقلنا في البيان اللي طلع اول شيء انه جاء تقرير حكم اتخذت بناء على اللوائح اللجنه الفنيه القرار المناسب ايقاف 3 مباريات. تحفظنا على القرار وقلنا انه قرار مجحف. ليش؟ لانه في حالات في الدوري السعودي العنف مماثل لما عمله رادوي لم يحرك تجاهها ساكنا. طبعا كان رد اللجنه الفنيه انه هذه ما جتنا تبع لجنه الانضباط، وهذا يؤكد انه ازدواجيه المعايير في انه اللجنتين تطبق عقوبات من نفس اللائحه، هذا امر فيه خلل. لاول مره في تاريخ الكره السعوديه يحدث انه لجنتين في نفس الموضوع وفي نفس اللائحه تطبق عقوبتين على لاعب واحد. هذا شيء لم يحدث، يعني لم يحدث له مثيل من قبل. لجنه الانضباط فيها شخص يتعمد ويتقصد تعطيل الهلال، وأنا مسؤول عن كلامي هذا. ليش؟ لأنه في عرف متبع أنه اللجنة الفنية لما تتخذ قرار بناء على تقرير حكم خلاص لجنة الانضباط ما لها دخل، وقد كان. أزيدك من الشعر بيت، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، وأدعو سؤال الأخ عادل البطي رئيس اللجنة الفنية عن هالكلام. رئيس لجنة الانضباط لا يعلم عن القرار اللي اتخذته لجنة الانضباط شيء، وإنما هذا قرار من أحد الأشخاص اللي في اللجنة، وللأسف طلع من الاجتماع ويوزع القرار على الصحفيين ويرسلوا يمينا ويسارا قبل ما يوصل للنادي حتى. احنا عرفنا من الإعلاميين. فعلشان كذا أقول لجنة الانضباط فيها خلل واضح، وفيها شخص يتقصد إيذاء الهلال نظرا لميول أو لأي أسباب أخرى، وأدعو للتحقيق في هذا الأمر. وأنا مسؤول عن كلامي. رئيس لجنة الانضباط لا يعلم عن فحوى القرار، والاتفاق اللي بينه وبين رئيس اللجنة الفنية الاتفاق الطويل، يعني طويل المدى، مش على الحالة هذه تحديدا، أنه عندما تتخذ اللجنة الفنية قرار بناء على قرار حكم لا تتدخل لجنة الانضباط. فالقرار في نهاية الأمر اللي عملته لجنة الانضباط قرار لا أجد التعبير له إلا أنه قرار سخيف. ماذا سيتخذ الهلال بالنسبة لهذا القرار؟ احنا عندنا كل الثقة في القانونيين اللي في الاتحاد السعودي. حنستأنف القرار المجحف هذا بأنه احنا سنستأنف هذا القرار. أحب أشيد أنا بالأمير نواف بن فيصل الرئيس العام رعاية الشباب. الأمير نواف عمل خطوة في غاية الأهمية، أنه هو أعطى الصلاحيات للجان، بل أكثر من ذلك طلب منها ألا ترفع له قرارات ليعتمدها، وإنما تتخذ قراراتها بناء على اللوائح اللي عندها، وأعطاهم صلاحية مطلقة. ينبغي على اللجان وتحديدا لجنة الانضباط أنها تكون على قدر الثقة اللي أعطاها الأمير نواف. سمو الأمير، لجنة الانضباط تحديدا قراراتها لا تستأنف، هذا ما صدر في الصحافة بأن قرارات لجنة الانضباط لا تستأنف. والله احنا في نهاية الأمر اللي حدث اليوم مهزلة بكل المقاييس، مهزلة بكل المقاييس. أنه أول شيء حالات مشابهة لم يتخذ بشأنها أي شيء من لجنة الانضباط ولم تحرك تجاهها ساكنا، وأوردناها في البيان اللي طلع اليوم. ثاني شيء أنه قرار اتخذ من اللجنة الفنية وفي اتفاق بين اللجنتين بأنه قرار اللجنة الفنية يكفي عندما يكون، لأنه من نفس اللائحة، يكفي لما يكون بناء على قرار على تقرير حكم. ثالث شيء أنه كيف رئيس اللجنة ما يدري هذا القرار. هذه مهزلة بكل المقاييس. شكرا لك. شكرا جزيلا. تعليق. والله طبعا في نقطة ذكرها سمو الأمير عبد الحامد بن سعد